اسمه خليل عبد المجيد. ايوه. احنا قبضنا عليه دلوقتي ومعاه واحد اسمه الفاعل. ليه؟ ايوه. طيب قول لي حضرتك فين العنوان؟ صحيح. ايوه ضروري. حاضر. قصدي لا فين؟ متشكرة قوي يا فندم، مع السلامة. مين يا نعمة؟ لا ده اصل الواد خليل والواد رفاعي ولاد اختي مالك؟ في المنصورة عشان ابوهم عبد المجيد هيطلع النهارده. هيطلع النهارده؟ طب مش كنت تقولي لي كنا رحنا جبناه؟ لا يا سي محمود، مش معقول بقى هتعبك في كل حاجة كده. وبعدين طبعا في المركز مش عارفين انه جوز اختي، ومش لازم يعرفوا، مش عايزين احراج احنا ابدا. انت عارف سي عبد المجيد ده وجودنا كان هيحرجه قوي. اصل ما عندكش فكرة هو كويس قد ايه وحي. ده انا بقى هعتمد عليه اعتماد في المزرعة. ما تبصش انه اتحبس، ما انت عارف هو اصله اتحبس عشان حاجة اتورط فيها، انما هو كويس قوي والنبي يا سي محمود. ربنا يهدي الجميع. طب انت عايز مني حاجة دلوقتي؟ انت رايحة فين؟ كنت بقول انزل المنصورة اشتري هدمتين للعيال كده، المدارس قربت. تنزلي دلوقتي؟ ما هو ضروري بقى عشان الحق المدارس. طيب خدي فلوس. لا الخير معايا كتير. بس هتروحي ازاي؟ اجي اوصلك؟ لا وانا هتعبك كمان في دي، ده انا هفضل الف من الدكاكين كلها بقى، ما انت عارف المنصورة. مع سيادتك الفاتورة؟ ايوه الفاتورة اهي. طيب كويس قوي. على كل حال احنا اسفين. اسفين ده ايه بقى بعد البهدله اللي اتبهدلتها؟ واقول لك ان السلسله دي بتاعت الست خالتي وهي اللي قالت لي نبيعها، تقول لي لا وتتهمني ان حرامي. خلاص بقى. طب ده منظره حرامي، انا منظري حرامي؟ اخرس ياض، لو كنا اتحبسنا ما كانش هينفعك حد غيري. مشي معاك يشبه. خلاص بقى يا عيال، يلا خلاص ده يا بقى. خالتي، عشان ما دخلت السجن ابقى سوابق وكل حاجه حرامي. قال سكتنا لهم دخلوا بحمارهم. وبعدين معاك السلسلة غالية، شك فيكم السايق، واظن من حقنا نعمل احتياطاتنا. مظبوط يا حضرة الضابط. اتفضلي امضي هنا لو سمحتي. حاضر. دلوقتي تقدروا تتفضلوا. متشكرين يا حضرة الضابط. على العموم إذا حضرتك عايزة تبيعيها أنا مستعد، اتفضلوا معايا على المحل. انا كنت ناوي اعمل كده. روح معاه يا رفاعي انت وخليل. انا اروح مع الواد ده تاني؟ عيب يا رفاعي. يلا بقى روحوا قوام عشان تعملوا اللازم. طيب. لازم ارجع انا بسرعة قبل محمود به ما يقلق. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين العزبة. النور نورك. يا اهلا وسهلا، منور يا فندم. متشكر. يا اهلا وسهلا. قولي له يا عمي. طيب. اهلا بيكي يا راجية. اهو كده. انا مبسوطة قوي اللي جيتوا. اهلا وسهلا يا استاذ كريم، يا اهلا وسهلا. ميرسي يا فندم. تحبوا افرجكوا على المزرعة؟ هتعجبكم. فعلا هتعجبكم قوي. نعمة مهتمة بيها جدا وبقت حاجة تانية خالص. طبعا. مين هيفهم في الفلاحه زيها؟ ما انا فلاحة، وابويا فلاح وجدي فلاح، اهو كلنا فلاحين في فلاحين. اتفضلوا افرجكم. متهيألي نلعب لنا دور شطرنج يا عمي. بس انا مش قدك في الشطرنج يا سيد محمود. لا ده انت قدي وقدود يا عمي. لو تكرمت يا كريم نوهلنا الشطرنج. حاضر يا محمود بيه. هنا بقى انا زرعت شوية خضار، كوسة على فاصوليا على طماطم على فلفل عشان استعمال البيت. كويس قوي. يا ابراهيم يا ابراهيم، ايوه يا ست نعمه. اجمع لنا 3 اقفاص وعرشهم. حاضر يا ست نعمه. لمين دول؟ ليكوا طبعا عشان تدوقي خضارنا. لا مالوش لزوم يا نعمه. يعني انا شارياه، وبعدين يا راجية بقى هتلاقي خضارنا حاجة تانية خالص. لازم بتسقيه ميه بسكر. بشهد وانت الصدقة. يلا يا بنات اعملوا لكم همه شويه امال. خلي عنه يا فتحي. تعيش يا ست نعمه. اخبار المانجا ايه؟ لا دي عالي العال. المانجا دي بقى اول مرة تطلع عندنا السنة دي. حسبي يا نعمه، فستانك هيتوسخ من الشجر. يا اختي ما يهمكيش الفستان. ما يهمنيش ازاي؟ على فكره مين اللي مفصلهولك؟ واحدة اسمها الست قبال. انتي بتلبسي من عند مدام اقبال؟ يعني مش باين ابدا انه تفصيل مدام اقبال. ليه مش حلو؟ يبقى العيب في الفستان. ايه يا طنطاوي؟ ايوه يا خالتي. ايه يا زهرة عاملين ايه؟ كويسين قوي. رويتوا الارض ولا لسه؟ اما نحط الكيماوي يا خالتي. دول ولاد اختي. اهلا وسهلا. اظن 11 عيل ولا 12، مش كده برضو يا نعمت؟ الله اكبر. روحوا انتوا لشغلكوا يا ولاد. حاضر يا خالتي. ده انت عداهم كويس قوي يا راجل. انا لا عدهم ولا غيره، الناس هي اللي بتقول. وبيقولوا ايه كمان؟ لا ولا حاجه. طب من فضلك بقى قولي للناس اللي بيقولوا دول انا جبت ولاد اختي هنا بالعافيه،
وانهم ما كانوش عايزين يجوا ابدا. ده انا سيبتهم بيتهم وسيبتهم حالهم عشان يشتغلوا هنا في المزرعة، لان مش ممكن الاقي ناس قلبهم على المزرعة ولا على محمود.